بوابه مصر الشرقيه دي طول عمري من وانا صغير وانا ما بحبش العباره دي. عايز تسميها سميها قلعه الدفاع والخروج الى مقابله الاعداء. دي صح، ان سيناء هي قلعه دفاع مصر الاولى على مدار بقى التاريخ القديم كله. كل اللي كان بيحاول يحتلك كان بيجي من الحته، كان بيجي من المنطقه دي. هو معلش، هو سؤال يعني بسيط. هو يعني مصر طبعا لها حدود مترامية الأطراف يعني شرقا وغربا. اشمعنى البوابة الشرقية تحديدا؟ معلش هستعير الاسم اللي حضرتك بتقول، أنا مش يعني بميل ليه، اللي هو البوابة الشرقية أو القلعة يعني الشرقية. لماذا كل القلاقل جت تحديدا من هذه القلعة أو معظمها يعني؟ انت عارفه ليه انا ما بحبش كلمه بوابه مصر؟ وهجاوب على حضرتك على سؤالك. انا ما بحبش الجمله دي لانها بتدي الباب يفتح ويغلق. فكلمه بوابه مصر الشرقيه دي فكره الدخول، ولا انت قصدك على ايه؟ يعني اللي قايل العباره دي في الاول زمان ولا احنا بنكررها دي، انت قصدك ان دي كانت بوابه الدخول؟ مين ده اللي كان بيخش؟ مين ده؟ ده انت اكبر عسكريه في تاريخ العالم القديم لما كان بس يقرب. هو في ملك جاء مصر من الدوله القديمه، بس بقى من 4500 و4700 و4800 سنه جه على عرش مصر، الا راح سيناء وحط اسمه هناك ونحت ان هو بيضرب الاعداء بالمقمعه. ده انت سنافرو والملوك، ملوك باسماء جامده موجوده الان. لو ذهبتم الى شبه جزيره سيناء هتلاقوا اثار للمناجم. ولذلك هو حضرتك ما بتستغربيش تلاقي ان الملك اول ما بياخد حكم مصر بيروح عامل النص بتاعه المشهور ويبدا يبعت قوافل المناجم وعمال المناجم علشان يروحوا يجيبوا النحاس ويروحوا يجيبوا التركواز الفيروز. امال هي اتسمت ارض الفيروز ليه؟ هي ليه المصري القديم اطلق عليها مفكات؟ مفكات بالهيروغليفي يعني فيروز وتركواز، تا الف لان مفيش طاء في الهيروغليفيه، تا الف يعني ارض، فهي ارض التركواز لان كان بها مناجم تركواز. واستخراج التركواز تم شرحه علمائنا العظماء وعلمائنا على فكره المتخصصين في المعادن والذهب والتركواز والاحجار. ولذلك لما اقول لك معبد سرابيط الخادم مبني فوق تل مكرس لعباده سيده التركواز في سرابيط الخادم في شبه جزيره سيناء في الجنوب، هتعرفي انه المعبد الواقف دلوقتي ربما يكون المعبد الوحيد المدروس وواقف بشكل كبير وفيه اكثر من ذكر لتركواز سيده الفيروز وسيده التركواز وهي نبت مفكات. يبقى دلوقتي عندنا كلمتين هيروغليفيين نكتبهم، عندنا تا مفكات اي ارض الفيروز او ارض التركواز، وعندنا نبت. ما هو نب يعني سيد، مش هو الملك تملي ياخد اللقب نبتاوي؟ سيد الارضين، صحيح. ينور عليك، برافو عليك، اللي هو سيد الارضين. طيب حطي فيها التانيث بقى يبقى نبت سيدا، صح؟ مفكات قلنا التركواز، يبقى حتحر حوت حر اللي هي يعني نبت حتحر، هي حتحر او حوت حر. ما هو حر وحبرس وحوت يحيط حائط منزل، عشان كده الرسم تلاقي فيها طائر جوه بيت لان هي بيت حر، هي بيت حبرس. دكتور التليفون بيقطع ثانية واحدة. تمام كده دكتور، سمعنا كويس؟ نعود مرة أخرى بصوتنا كده قوي. كده معقول، اتفضل. كده يعني احنا حور يظهر كانت معانا على الخط. معلش نقول نبت حور نوضحها بعد إذن حضرتك تاني. احفظوها كده من حائط أو يحوط بالعربي. حت حوت حط، يبقى هنا حائط حوت نربط كده. حر وحورس، حر وحورس، صح؟ يبقى دي تسمية يونانية معروفة.
لكن هو في الهيروغليف اسمه حر. في اللغه العربيه الفصحى اسم من اسماء الصقر ايه؟ الحر. ايوه. يبقى حر حر. طيب حوت حر حوت، لما تيجي تقري اسم حتحور في الهيروغليفيات تلاقيها عباره عن ايه؟ عباره عن منزل كده، زي بيت كده، زي كده مستطيل، وداخله رسمه لصقر. يبقى حر محاط لان هو اتجوز في الاسطوره حتحور. يبقى هي عباره عن منزل حر، البيت بتاع حر، السكن بتاع حر مراته في الاسطوره يعني. هيتحر اتجوزت حر، هيتحر اتجوزت حر، سهله اهي يعني، سهله ان احنا نحفظها. فلما حضرتك تعرفي ان هذه الاماكن وهذه المعابد وهذه الارض الشاسعه الرائعه دائما ما كانت القلعه المنيعه التي تمنع دخول الاعداء. يا بسام، طب ما الحكاو وخاسوت دخلوا من سيناء اللي هم الهكسوس يعني. فانا هقول لك حتى دول اللي نجحوا ان هم يعبروا سيناء ويدخلوا الى الدلتا ويعيشوا في الشرقيه في منطقه تل الضبعه، الان يطلق عليها تل الضبعه في الشرقيه، حتى دول دخلوا بطريقه سلميه. مين قال لكم ان الحكاو وخاسوت دخلوا بحرب؟ الحكاو وخاسوت ما حاربوش الجيش المصري في سيناء، دخلوا تسللا يعني. دخلوا تسللا، جابوا معاهم اهاليهم وجابوا معاهم الحيوانات بتاعتهم وجابوا معاهم الالات الموسيقيه بتاعتهم. متخيله؟ في منظر في بني حسن في مقبره خنوم، حته الثاني واحد من حكام بني حسن، حكام منطقه الاقليم بتاع المنيا ده، المنظر بتاع الحكاء خسود باين، معاهم الحمير بتاعتهم ولابسين اللبس المزركش بالالوان المختلفه المشبشب، لهم تسريحه شعر مختلفه عننا، لهم دقن مختلفه عننا، دقن شعر يعني، لهم الست شايله الطفل بتاعها، في واحد فيهم شايل الاسلحه بتاعتهم، يعني هم مش شايلين الاسلحه طنع معاهم كل ده، وجايبين معاهم الات موسيقيه، جايبين معاهم الات موسيقيه. في اني ده حرب واحد داخل ماسك آلة موسيقيه ده. اذا هم دخلوا للاستيطان والتسلل، وبعدين طيب عفوا يعني، وهم داخل مصر كونوا قوه يعني لا يستهان بيها، ولا ايه اللي حصل؟ بالظبط يا فندم، حضرتك لخصتي 108 سنه احتلال في شمال مصر، الجمله اللي حضرتك فيها دي حضرتك لخصتيها، انت لخصتيها. لكن يعني عفوا يعني، هل يعني كيف سمح لهم يعني بهذه الطريقة يعني؟ لأن المصري عامة إنسان مسالم. لما حد يهاجر له، خدي بالك الهجرة اللي جاية من آسيا ديت بتصبو إلى إيه؟ أنت عندك هو عنده جفاف، يبقى هو عايز يجي علشان يفيد بالمياه اللي عندك. مقايضة يعني، زي نظام المقايضة. صح ولا مش صح؟ صح. فانت مسالم، انت ما عندكش مشكله في ان في حد يقعد معاك. ايه المشكله؟ طب ما انا سيناء اشتغل فيها المصري والعربي والبدوي زمان، احنا بنتكلم عن مصر القديمه. الستون دول ايه؟ في جمله دكتور عفوا يعني للمقاطعه، في جمله احنا يعني زي ما تقولوا كده اكلاشيهات يعني متعودين عليها في التاريخ مصر، لك ان مصر هي دائما البوتقه التي تنصهر فيها كل الثقافات. وافق عليها. ايوه. سمعت الجمله حضرتك؟ اخيرا وافقت على حاجه بتاعتهم بتاعت العلماء الكلاسيك. سمعت حضرتك الجمله؟ تمام. ما انا بقول لك ايوه يا فندم، انا دي موافق عليها. دي هتيجي مفاجاه للناس، لان هم عارفين ان انا تملي ما بوافقش على الكلام الكلاسيكي الاكلاشيهات. ايوه صحيح، دي انا ما بحبهاش. لكن انا المفاجاه اللي انا بضحك وانا بقولها لك ان انا اقول لك اهي دي انا موافق عليها بقى. صح، هي صحيحه، دي صحيحه. احنا فعلا لما تيجي تبصي علينا هتلاقينا كل دول. عشان كده الجنس المصري ده ما حدش يطلع يقول لك. وبعدين حكايه لو رجعنا تاني بس الموضوع سيناء، عشان انا مهتم ان انا بس اثبت لكم ان سيناء ما كانتش البوابه اللي كل اللي عايز يخش ويطلع، لا، الكلمه بوابه دي لازم تتلغي. لما دخلوا بطريقه سلميه وبطريقه الهجره الى مكان فيه حياه هنيئه، ده بالنسبه للحكايه قصود،
دول دخلوا بيقدموا هبات وهدايا وبيعرضوا بضايعهم على خنوم حتة التاني بتاع اقليم المنيا. انت بتتكلمي على ان تل الضبعه دي في الشرقيه عاصمه الحكايه وخاسوت. لما هم كونوا بقى هذه القوه العسكريه الجامده والحصان والعجله الحربيه اللي احنا عارفينها والكلام ده كله، الكلام ده حصل فين؟ الكلام ده حصل في تل الضبعه وفي الشرقيه وفي الدلتا. لكن بدايه ظهورهم كانت فين؟ كانت في بني حسن. فلو في احتلال، لو كان في احتلال كان هيبقى فين الاحتلال؟ اولا كان هيبقى في المنيا، لان ظهورهم اول ظهور لغايه دلوقتي، اول منظر ملون يثبت وجود الحكايه وخاسوت في مصر في مقبره خنوم حتت مثبته. هتقول مثلا ازاي يا بسام؟ هقول لك لان كلمه حكايه خاسوت مكتوبه بالهيروغليفيه قدام الرئيس بتاعهم والمدير بتاعهم في اول السطر اللي هم واقفين فيه. هم واقفين كده في سطر كده اهو، كعاده المصريين ما كانوا بيرسموهم في سطر كده، ريجسترز كده، سجلات كده، واحد فوق الثاني فوق الثالث فوق كده، سجل 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 سجل، خطوا عليه ناس، خطوا عليه ناس، خطوا عليه حيوانات، خطوا عليه هيروغليف كده. فاول واحد فيهم هو اللي كان بيقدم الحاجات كلها الى خنوم حتت، وكانوا هم طالعين في الصوره رغم الدقه الرهيبه اللي رسمها بيها الفنان المصري والهيروغليفيات واضحه جدا والالوان الواضحه. عارفين خنوم حتت يعني ايه؟ يعني 1900 يعني حوالي 4000 سنه الا الالوان ما زالت موجوده والهيروغليفي ما زال موجود وكلمه حكايه خاسوت ما زالت موجوده. فانا عندي الاثبات النصي على دخول دول. فلو دول كانوا داخلين احتلال ما كانوش قدموا هبات لخنوم حتت، كانوا ضربهم. صح ولا مش صح؟ هو في عدو بجيش يحاربك يقدم لك هبات؟ لا، هو اسلوب يعني ايه، اسلوب اخر للاستعمار يعني. ولكن هو لم يفلح. هو ده اللي انا بس عايز اقدم اليه، ان هو لم يفلح والا كانوا احتلوا المنيا. صح ولا مش صح؟ صح. لا، ما قعدوا جوه في الشرقيه وجبت على اساس ان يعني ناس متدينين، خطوه بخطوه بداوا يتغلغلوا، خطوه بخطوه بداوا يقووا، خطوه بخطوه بداوا يبقوا القوه بتاعتهم متمكنه من الموضوع. تمام. فنرجع مرجوعنا تاني. فاذا سيناء كانت القوافل التجاريه التي تخرج من مصر لتوطيد العلاقات التجاريه